شباك ضغط. الكرة تعود للبارسا من جديد. داني ألفيس يصدق هدف رائع، هدف رائع عن طريق داني ألفيس في كرة بعيدة المدى سددها ليؤكد ان البارسا قريب من الدور القادم في الكوبا ديل ري. كرة صوبها في غاية الدقة والروعة والجمال لتسفر عن هدف اول جميل لصنع البلاوغرانا. البارسا يتقدم 1-0 في تسويبة البرازيلي داني ألفيس. الكوري كامينوس يصوب كرة ويغلط بها الحارس فوينتيس. تقدم مبكر، تقدم مهم، وامامنا الاعاده في الكره اللي صوبت من بعيد. داني ألفيس يصوب ويخالط الحارس اللي اساء تقدير الكره. فوينتيس يسال تماما حارس المرمى من حارس المرمى في بعد الكره. هذا هو داني ألفيس صاحب الهدف الوحيد حتى هذه اللحظه. التقدم للبارسا 1-0 الثاني للبارسا. خطأ كبير من حارس المرمى والراميريز لا يرحم، لا يرحم يا فوينتيس. هدف ثاني للبلاوغرانا في خطأ كبير. ساندرو راميريز يضع كرة في شباك فريق الفيانوفينسي. البارسا يتقدم 2-0. خطأ كبير يكلف الفريق الضيف هدف ثاني في مرماهم. اكيد المهمة ستكون اصعب واصعب. شوفوا الاعادة مرة اخرى لما تغلط تدفع. فوينتيس خطأ اول في كرة سددت من بعيد اساء تقديرها كرة داني ألفيس، وهذه المرة يمنح راميريز هدية يقبلها مهاجم البارسا ويضع الكرة في الشباك. البارسا الان يتقدم 2-0 لفريق الفيانوفينسي. محاولة والتصويب، هدف رائع، هدف لا ينسى ابدا لفريق الفيانوفينسي على كرة صوبت من خارج منطقة الجزاء. هذا اللاعب سيدخل تاريخ نادي فيانوفينسي. كرة صوبت من خارج منطقة الجزاء. يسجل الفريق الضيف هدف في غاية الروعة والجمال. كرة كانت مباغتة صوبت من خارج المنطقة لتغالط المسيب. النتيجة الآن 2-1. يتمكن من تقليص الفارق. تصويب كان في غاية الروعة. شوفوا الإعادة مرة أخرى. هنا المحاولة والتصويبة من خوان فران. صوب كرة بشكل ممتاز خوان فران. خوان فران يمنح فريق هدف في الكامب نو. هدف غالي لهذا اللاعب، لن ينسى هذا الهدف اطلاقا. في السنة اللي توج بها البارسا ببطولة الأندية البطلة لأول مرة في تاريخها بقيادة يوهان كرويف لما فاز في النهائي في ويمبلي على حساب السامدوريا الإيطالي 1-0 على يد القذيفة الهولندي رونالد كومان. هذه كرة ومحاولة للبارسا. الثالث يا راميريز بالفعل هو الثالث للبارسا والثنائية ساندرو يسجل ثالث اهداف البارسا. البارسا الان يعود ليتقدم ب3 اهداف مقابل 1 بعد اختراق ممتاز من ساندرو راميريز اللي تمكن من وضع الكرة داخل الشباك. 3-1 تقدم البارسا على حساب الفيانوفينسي. بسرعة البارسا يتمكن من الوصول الى مرمى الفيانوفينسي. شغل على التمرير الممتازة وانطلاقة للاعب ساندرو اللي وضع الكرة في الشباك. شغل عادة مرة أخرى. هدف اللي سجل عن طريق اللاعب ساندرو راميريز. 3-1. تمرير مار ولويس سواريز. البارسا يضع رقم بايع ميسي ب 250 مليون شهر جزائي، ونيمار 190 ولويس سواريز 200. ارقام كبيره. الرابع لفريق البارسا على يد الراسيه في محلها. يسجل منير الحدادي بضربه راسيه محكمه على طريقه اهداف لويس سواريز. يسجل هدف رابع جميل. الهدف الرابع للبارسا
شوفوا اللي عنده مرة اخرى، كروس كير من اليمين، ماتيو عطية واختفى منير لتستقر في مرمى الحارس فيتيس. البارسا يوقع على هدف رابع، الرقم الان يزداد بكرة رابعة للبارسا. البارسا يتمكن البارسا والتفكير دوما في غريمها الابدي هو الريال مدريد. سيلعب في مباراة الذهاب بالدور 32 امام قادش. هذه محاولة فرصة للخامس، الخامس يضيع، لا الخامس ياتي بتصويبة مركزة. الهدف الخامس هو الثالث الشخص لساندرا. ساندرا اللي تابع الكرة اللي اغلت سدادها باقتدار في مرمى الحارس فيتيس. البارسا يسجل الهدف الخامس والنتيجة 5-1. انتصار كبير امام الكتالوني الصغير سعيد بهذه الاسبقية، سعيد بهدف البارسا. البارسا اعتاد ان يزور شباك الخصوم بالاساسيين ثلث الملعب سواريز نيمار ميسي، وبالبدلاء ايضا يمارس هذه الهوية، يمارس هذه الهواية التهديفية. ساندرو امام الكرة الصوبة داخل منطقة الجزاء. ماتو كرة من جديد يستعيد فريق البارسا. هذا ادريانو كرة طويلة، ادريانو لا وجود التسلل. الهدف السادس بطريقة ولا اروع، الهدف السادس يلعب بطريقة التيكي تاكا، لمسة ممتازة والمتابعة كانت في محلها. الهدف السادس لفريق البارسا. البارسا يمتعنا ويتحافنا بالهدف السادس في كرة ربيع الدفاع. اللمسة تاكو ممتاز كان من ساندرو، والحدادي يتابع ويضع الكرة في المرمى. الحدادي اللي صام على التهديف في الشوط الاول يفتح الشهية بثنائية في الشوط الثاني. شوفوا اللي عنده مرة التاكو لعب الكرة بالكعب ومتابع من موري الحدادي اللي يضع الكرة في شباك فريق الفيروفيتس. السريعة تلعب كرة بالسرعة محاولة المرور، بينما هناك ضغط. الكرة تعود للبارسا من جديد. داني ألفيس يصادق هدف رائع، هدف رائع عن طريق الله داني ألفيس في كرة بعيدة المدى سددها ليؤكد ان البارسا قريب من الدور القادم في الكوبا ديل ري. كرة صوبها في غاية الدقة والروعة والجمال لتسفر عن هدف اول جميل لصنع البلاوغرانا. البارسا يتقدم 1-0 في تسويبة البرازيلي داني ألفيس. الكوني كامينوس يصوب كرة ويغلط بها الحارس فوينتيس. تقدم مبكر، تقدم مهم، وامامنا الاعاده في الكره اللي صوبت من بعيد. داني ألفيس يصوب ويخالط الحارس اللي اساء تقدير الكره. فوينتيس يسال تماما حارس المرمى من حارس المرمى في بعد الكره. هذا هو داني ألفيس صاحب الهدف الوحيد حتى هذه اللحظه. التقدم للبارسا 1-0 الثاني للبارسا. خطأ كبير من حارس المرمى والراميريز لا يرحم، لا يرحم يا فوينتيس. هدف ثاني للبلاوغرانا في خطأ كبير. ساندرو راميريز يضع كرة في شباك فريق الفيروفيتسي. البارسا يتقدم 2-0. خطأ كبير يكلف الفريق الضيف هدف ثاني في مرماهم. اكيد المهمة ستكون اصعب واصعب. شوفوا اللي عندنا مرة اخرى لما تغلط تدفع. فوينتيس خطأ اول في كرة صدت من بعيد اساء تقديرها. كرة داني ألفيس وهذه المرة يمنح راميريز هدية يقبلها مهاجم البارسا ويضع الكرة في الشباك. البارسا الان يتقدم 2-0 لفريق الفيروفيتسي. محاولة والتصويب، هدف رائع، هدف لا ينسى ابدا لفريق الفيروفيتسي على كرة صوبت من خارج منطقة الجزاء.
هذا اللاعب سيدخل تاريخ نادي بيراميدسي. كرة صوبت من خارج منطقة الجزاء، يسجل الفريق الضيف هدف في غاية الروعة والجمال. كرة كانت مباغتة صوبت من خارج المنطقة لتغالط المسيب. النتيجة الآن 2-1. يتمكن من تقليص الفارق. تصويب كان في غاية الروعة. شوفوا الإعادة مرة أخرى. هنا المحاولة والتصويب من اخوان فران. صوب كرة بشكل ممتاز اخوان فران. اخوان فران يمنح فريق هدف في الكامب نو. هدف غالي لهذا اللاعب، لن ينسى هذا الهدف اطلاقا. في السنة اللي توج بها البارسا ببطولة الأندية البطلة لأول مرة في تاريخها بقيادة يوهان كرويف، لما فاز في النهائي في ويمبلي على حساب السامدوريا الإيطالي 1-0 على يد القذيفة الهولندي رونالد كومان. هذه كرة ومحاولة للبارسا. الثالث يا راميريز بالفعل هو الثالث للبارسا والثنائية للساندرا. ساندرا يسجل ثالث اهداف البارسا. البارسا الان يعود ليتقدم بثلاث اهداف مقابل واحد بعد اختراق ممتاز من ساندرو راميريز اللي تمكن من وضع الكرة داخل الشباك. 3-1 تقدم البارسا على حساب الفيرامينسي. بسرعة البارسا يتمكن من الوصول الى مرمى الفيرامينسي. شوف الإعادة التمرير الممتازة وانطلاقة للاعب ساندرو اللي وضع الكرة في الشباك. شوف الإعادة مرة أخرى. هدف اللي سجل عن طريق اللاعب ساندرو راميريز. 3-1. تمرير مارو لويس سواريز. البارسا يضع رقم بايع ميسي ب 250 مليون شرط جزائي، ونيمار 190 ولويس سواريز 200. ارقام كبيره. والرابع لفريق البارسا على يد الراسيه في محلها يسجل منير الحدادي بضربه راسيه محكمه على طريقه اهداف لويس سواريز. يسجل هدف رابع جميل. الهدف الرابع للبارسا. شوفوا الاعاده مره اخرى. كروس كان من جنبين ماتيو عطيه واختفى منير لتستقر في مرمى الحارس فيتيس. البارسا يوقع على هدف رابع. الرقم الان يزداد بكرة رابعة للبارسا. البارسا يتمكن ارسى والتفكير دوما في غريمها الابدي هو الريال مدريد. سيلعب في مباراة الذهاب بالدور 32 امام قادش. هذه محاولة فرصة للخامس. يبيع. لا، الخامس ياتي بتصويبة مركزة. الهدف الخامس هو الثالث الشخصي لساندرا اللي تابع الكرة اللي أمنت سدادها باقتدار في مرمى العالم فيتيس. البارسا يسجل الهدف الخامس والنتيجة 5-1. انتصار كبير امام الكتالوني الصغير سعيد بهذه الاسبقية، سعيد باهداف البارسا اعتاد ان يزور شباك الخصوم بالاساسيين الثلاث الملعب سواريز نيمار ميسي، وبالبدلاء ايضا يمارس هذه الهوية التهديفية. ساندرو امام الكرة الصوبة داخل منطقة الجزاء. ماتو كرة من جديد يستعيد فريق البارسا. هذا ادريانو كرة طويلة. ادريانو لوجود التسلل. الهدف السادس بطريقة ولا اروع. الهدف السادس يلعب بطريقة التيكي تاكا. لمسة ممتازة والمتابعة كانت في محلها. الهدف السادس لفريق البارسا يمتعنا ويتحافنا بالهدف السادس في كرة ربيع الدفاع. اللمسة بتاعته ممتازة كان من شرط ساندرو، والحدادي تابع ويضع الكرة في المرمى. الحدادي اللي صار على التهديف في الشوط الاول يفتح الشهية
بثنائيه في الشوط الثاني. شوفوا اللي عندنا الاخرى التاكو لعب الكرة بالكعب ومتابع من موري الحدادي اللي يضع الكرة في شباك فريق الفينوفيتس.